السلام عليكم ورحمة الله. الاتحاد الجزائري يكشف كواليس صادمة حول إقالة جمال بلماطي. هنعرف كل تفاصيل هذا الخبر في هذا الفيديو، ولكن قبل أن نبدأ لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس والضغط على اللايك ليصلك منا كل جديد. كشف الاتحاد الجزائري لكرة القدم كواليس فسخ تعاقده مع المدرب جمال بلماطي بعد خروج المنتخب الوطني من كأس أفريقيا 2023. وأعلن وليد صادي رئيس الاتحاد الجزائري يوم الأربعاء الماضي الانفصال بالتراضي عن بلماطي بعدما ودعت الجزائر البطولة المقامة في كوت ديفوار بعد تعادلين أمام أنغولا وبوركينا فاسو، والخسارة بهدف مقابل لا شيء أمام موريتانيا في 3 مباريات لتستزيل مجموعتها بنقطتين. وانتهت مشاركة الجزائر في كأس الأمم الأفريقية مبكرا للمرة الثانية تواليا بعد الفوز باللقب عام 2019 في مصر. وأفصح الاتحاد في بيان له عن كواليس الاتفاق على رحيل الطاقم الفني قائلا: حرصا من الاتحاد الجزائري على مصالح الكرة الجزائرية وتحملا لمسؤولياته، تدخل عن طريق رئيس الاتحاد الجزائري السيد وليد صادي غداء الإقصاء المر من الدور الأول، وطلب من المدرب الوطني توضيحات في مدينة بواكي. واستطرد الاتحاد: تم الاتفاق على فسخ العقد، وكان من المفترض أن تتواصل المحادثات التي بدأت في ساحل العاج عند العودة إلى أرض الوطن لتسوية الاتفاق بين الاتحاد والمدرب وطاقمه الفني. وتابع لبت كل الأطراف دعوة رئيس الاتحاد للتوقيع على اتفاق فسخ العقد. كل عناصر الطاقم الفني وقعوا الاتفاق باستثناء جمال بلماطي الذي فاجأ الجميع بتراجعه عن القرار، معتبرا أن الاتفاق الذي تم التواصل إليه في بواكي فيما يتعلق بالجانب المالي بعيدا عن تطلعاته. هذه كل تفاصيل الخبر، والسلام عليكم ورحمة الله.